اختفت لمدة سنة كاملة، ولما رجعت كانت بشكل تاني مخيف، ولما عرفوا المكان اللي كانت فيه جالهم صدمة. ياسمين بنت جميلة سمعتها طيبة زيها زي بنات قريتها، كانت مستنية يجيلها العريس المناسب اللي يخلصها من كلام الناس عشان فاتها قطر الجواز، لحد ما تقدم لها عبد الرحمن عامل شغال باليومية. كان شخص كويس ومعجب بيها من زمان، فوافقت ياسمين على طول. وبعد الجواز بدأت تكتشف مصيبة كبيرة ما كانتش عارفة تعمل فيها ايه. عبد الرحمن جوزها مدمن مواد مخدرة وبيصرف كل فلوسه على مزاجه. خافت ياسمين تتكلم لأن أهلها كانوا رافضين مبدأ الطلاق عموما، وما كانش عندها أي حل تاني إلا إنها تصبر على عبد الرحمن يمكن يتصلح حاله، خصوصا إن أهله كانوا واقفين جنبها. وفهمت ياسمين إن أهله جوزوه بسبب موضوع المواد المخدرة، وقالوا يمكن الجواز يغير حاله، وما كانوش يعرفوا إن الجوازة دي هتتحول لكابوس. خلفت ياسمين على مدار جوازها من عبد الرحمن 4 ولاد، أكبرهم كان أدهم اللي عنده 13 سنة، واللي كانت بتعتبره ياسمين سندها الوحيد. وبدأت تحاول تتعايش وتاخد فلوس من أهلها وأهله عشان تصرف على أولادها، وأهله حاولوا يدخلوه مصحة أكتر من مرة، لكن عبد الرحمن كان بيهرب منها وما كانش فيه فايدة. وفي كل مرة ياسمين كانت بتغضب وبتبقى عاوزة تتطلق من عبد الرحمن. أمها كانت تحاول تصلح ما بينهم، وبدأ عبد الرحمن يتهمها بشكوك غريبة ملهاش أي أساس من الصحة، يعني يقول لها إنه شاكك فيها إن هي على علاقة بشخص تاني، ويتخانق معاها ويمد إيده عليها. وكانت ياسمين بتحلف له إن هي ملهاش أي علاقة بأي راجل تاني، لكن ما كانش بيسمع لها، وخياله صور له حاجات ما كانتش موجودة. وكان دايما مصدق إن في عشيق في حياة ياسمين، وإنها بتخفي الموضوع ده بأي طريقة. وفي يوم لاحظت أم ياسمين إن في جرح في وشها، ولما سألتها قالت إن هي وقعت عليها أدوات التنظيف، لكن الحقيقة إن ياسمين كانت متخانقة مع عبد الرحمن وإنه مد إيده عليها. قعدت الأم مع عبد الرحمن وأخدت عليه عهد إن هو ما يعملش كده تاني، لكن بعد شهرين كرر نفس فعلته واتخانقوا هو وياسمين، وساعتها ياسمين هربت من البيت. جري عبد الرحمن وقال إنه مش لاقي ياسمين، وإن هي هربت من البيت، وإن هو متأكد إن هي مع عشقها. وطبعا ما حكاش إنه اتخانق معاها ولا إنه مد إيده عليها، لكن ياسمين اتصلت من عند واحدة قريبتها بأمها وحكت لها كل حاجة، وقالت لها إنها متحملة عبد الرحمن سنين طويلة، وخصوصا موضوع المواد المخدرة ده، وإنه أهله عارفين بكل حاجة، وإن هي تعبت من كتر مد إيده عليها قدام ولادها. وللمرة التانية أم ياسمين بتقنعها إن هي ترجع وما تخربش بيتها، وعشان خاطر ولادها، رغم إن ياسمين ما كانتش عاوزة ترجع وكانت عاوزة تتطلق، لكن أمها كانت بتشيل دايما من دماغها فكرة الطلاق. ورجعت ياسمين غصب عنها، وقعدت شهر بالظبط عشان يوم العيد الصبح يلاقوا أهل ياسمين عبد الرحمن بيجري عليهم وبيقول لهم الحقوني، ياسمين هربت للمرة التانية، بس المرة دي بقى قفلت تليفونها خالص. وتوقع أهل ياسمين إن هي تكون عند قريبتهم، فدوروا عليها في كل حتة، لكن تليفونها كان مقفول وكأن الأرض انشقت وبلعتها. بس المرة دي عبد الرحمن جري على طول وعمل بلاغ في الاسم، وحكى إن هي مش المرة الأولى، وقال كمان إنه متأكد إن هي هربت مع عشقها. ولما سألوا ضابط البوليس مين هو عشقها، فرد عليه وقال إن هو ما يعرفش عنه حاجة. وفضلوا يدوروا على ياسمين في كل مكان ومش لاقيينها لمدة 11 شهر. حتى البوليس نفسه اعتقد ان هي طالما هربت المرة الاولانية يبقى اكيد هترجع تاني، او ان هي متعودة انها تسيب البيت، وكان بيعمل تحريات وما كانش فيه اي شبهة جنائية في الموضوع. وعبد الرحمن منع اهله او اهل مراته انهم يجوا عنده او يتواصلوا مع عياله بحجة ان اهله عاوزين يدخلوه مصحة وعياله ملهمش غيره دلوقتي. اما اهل مراته فكفاية ان بنتهم هربت مع عشقها. وفي يوم حصلت مفاجأة غريبة، دخل اخو عبد الرحمن وقال للظابط ان مش بس ياسمين هي اللي هربت، لا ده كمان ادهم ابنها الكبير مختفي. البوليس بعت جاب عبد الرحمن على طول وسأله عن ابنه ادهم. عبد الرحمن قال له ايوه فعلا ادهم كمان مختفي في نفس وقت اختفاء ياسمين، يعني بقاله سنة مش موجود. فلما سأله ضابط البوليس طب انت ليه ما بلغتش ان ابنك كمان اتفقد مع ياسمين، قال له عشان تاني يوم ياسمين هربت ادهم كلمني وقال لي ان هو هرب مع امه وان هو مش هيرجع تاني وهيفضل معاها. هنا بقى عند البوليس معلومة جديدة، عشان كده بدأوا يراقبوا عبد الرحمن. في الوقت ده كان العم بيحاول يسأل باقي اخوات ادهم هو راح فين وازاي قدر ابوه يداريه لمدة سنة ومحدش يعرف عنه حاجة، وعمال يحقق معاهم. فمحمد ابن عبد الرحمن وياسمين قال له انا عارف ادهم فين، ادهم هو وماما في مكان واحد مع بعض. فسأله عمه قال له فين، قال له بس احلف ان انت مش هتقول لبابا. قال له ما تخافش مش هقول له. قال له بابا خلص على ادهم وماما ودفنهم في حفرة في الحوش.
بره البيت، وخدوا وراه المكان. على طول العم بلغ باللي سمعه، وجريت قوة من المباحث ولقت فعلا حفرة كبيرة شبه البلاعة قصاد حوش البيت. بعت البوليس لوحدة الصرف الصحي وسألهم هل حصل أي أعمال صيانة أو حفر في البيت ده؟ قالوا لأ، بقالهم سنين ما حفروش وملهمش أي علاقة بالحفرة دي. هنا البوليس قبض على عبد الرحمن واستجوبه، ولما سألوه عن الحفرة اللي في الحوش قال لهم دي حفرة حفرها الصرف الصحي، فعرفوا إن عبد الرحمن بيكذب عليهم. وبعد الضغط عليه قال إن لما ياسمين رجعت أول مرة بدأ يخطط عشان يخلص عليها، وحفر حفرة قدام حوش البيت، وقال إن هي حفرة تبع الصرف الصحي. وفي يوم بعد ما الولاد ناموا دخل ياسمين أوضة النوم بحجة إنه يتكلم معاها، وقفل الباب، وكان مجهز آلة حادة خلص بيها على ياسمين. بعد كده فتح باب الأوضة ورمى ياسمين في الحفرة وردم الحفرة، وكان ناوي إن هو يبلغ عن فقدها ويقول إن هي هربت مع عشقها. لكن القدر كان مخبيله مفاجأة تانية. لما ابنه أدهم تاني يوم قال له يا بابا أنا سمعتك وانت بتخلص على ماما، وعاوز أعرف انت عملت كده ليه في ماما. وطبعا كان أدهم بيتكلم كطفل صغير ومش فاهم حاجة، فقال له ما تحكيش حاجة وأنا بالليل هفهمك كل حاجة. وتاني يوم بالليل بعد ما اخواته ناموا استغل الوقت ده وأخد أدهم عشان يتكلم معاه، وخلص عليه وفتح الحفرة ورماه جنب أمه، وردم الحفرة تاني، وجري عمل السيناريو اللي قاله لأهل ياسمين والبوليس. ولما فتحوا الحفرة خرجوا جسدين متحللين، وأكد الطب الشرعي إن هما جسد ياسمين وأدهم، وده كان بعد سنة كاملة من اختفائهم. لكن في النهاية ظهروا كأجساد مفارقة الحياة على إيد واحد ظالم زي عبد الرحمن، اللي حاليا محبوس ومستني الحكم النهائي بإنهاء الحياة قصاصا للي عمله في ياسمين وأدهم.